انتوا عارفين ان في كل قصة في شرير، في الاغلب كل القصص فيهم شريرين، لكن في ثيوري اسمها the villain theory. الثيوري دي بتقول، او نظرية الشرير دي بتقول انه لولا الشرير ما كانش البطل هيبقى البطل. يعني لولا الشرير وافعال الشرير، البطل كان هيبقى شخصية على الهامش، حد مش مهم، حد ما عندوش حاجة يقولها. بس في حياتنا مش شرط الشرير ده او الفيلن ده يبقى شخص. ساعات الشر ده او الفيناليتي دي بتبقى حاجات حوالينا، عدم قدرتنا على التعبير، سكوتنا في الوقت اللي المفروض نتكلم فيه، خوفنا او رغبتنا في ان احنا نبقى بيرفكت، او ان احنا نبقى مثاليين، او خوفنا من ان احنا نغلط. كل الحاجات دي هي هي الاشرار الحقيقيين اللي في حياتنا. انا في قصتي الشرير بتاعي كان القوالب اللي كنت مصممة اني ادخل نفسي فيها، او عدم قدرتي على ان انا اتكلم واعبر عن نفسي. كل الحاجات دي كانت موقفاني، كان الشرير. بس لولا الشرير ده ما كنتش هتحرك. لولا الشرير ده انا ما كنتش هحاول اني اطور من نفسي، احاول اني اعلم نفسي، ادخل الحكي في حياتي. فالشرير ليه دور في الفيلين ثيوري، ولولا ما كنتش هتحرك وابقى قدامكم دلوقتي الحكواتية. بس علشان اعرف اخش الرحلة بتاعتي واحارب الشرير بتاعي، كان لازم اشاور عليه القبلة واقول هو ده الشرير بتاعي. كان لازم اشاور واقول ان انا perfectionist. كان لازم اشاور واقول ان انا بخاف اني اتكلم. كان لازم اشاور واقول ان انا حابسة نفسي في قوالب. لما شاورت على الشرير بتاعي وقلت اهو، عرفت بعد كده ان انا اساعد نفسي، وان انا اطور من روحي، وان انا اتكلم واعبر واقول. فساعات كتيرة قوي كل اللي بنحتاجه علشان نطلع من اللي احنا فيه، نحارب الشرير بتاعنا، ن... نت- نتغلب على الشرير بتاعنا، ان احنا قبل نشاور عليه ونقول اهو هو ده. هي دي بداية المشوار. انا حنان الطاهر حكواتية، وجاية معاكم احاول اساعدكم ان انتوا تشاوروا على الشرير بتاعكم وتقولوا اهو هو ده. اكتبوا لي في التعليقات مين الشرير اللي منغص عليكم حياتكم، واللي مخليكم عايزين تقوموا من مكانكم وتحاربوا وتحاولوا علشان تغلبوا الشرير. اشوفكم المره الجايه. سلام.